السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزك تعرف دايما ان المنشورات الدينية اللي بننزلها او انت بتنزلها ده مش سبب اطلاقا على ان احنا اشخاص ملتزمين او معصومين من الخطأ او شيوخ. ده المفروض الحال الطبيعي للمسلم الطبيعي ببساطة جدا، لان الدين النصيحة. فانت بتنصح على قد ما بتقدر وبتجاهد نفسك. كلنا مليانين اخطاء ومليانين ذنوب، ولكن مش معنى كده ان احنا ما ننزلش منشورات دينية او نتجاهلها او ربما نسخر من اللي بينزل منشورات دينية. طب ليه؟ ما انت بتنزل احيانا اغاني طول النهار وكلام ليس له اي اساس واشياء تافهة، وبتلاقي الناس فرحانة ومبسوطة. واحيانا انت بتشير صور وبتشير فيديوهات بتبقى للاسف بالنسبة لك ذنوب جارية، لدرجة اني للاسف في الفترة الاخيرة دخلت على كذا اكونت حد توفاه الله، او كواحده لابسه لبس مش كويس، او واحد كان بينشر اغاني، فتلاقي الناس تقعد تقول لك ايه: حاولوا ما تعلقوش كتير، حاولوا ما تشوفوش صورها كتير، حاولوا تدعوا له بالرحمه. طيب ما انت دلوقتي في فرصه وفسحه من الوقت، خلي صفحتك على الفيس او على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبه لك تبقى صدقه جاريه بعد وفاتك. لدرجه ان في الفتره الاخيره برضو شفت على النقيض، على الناحيه التانية، ان في ناس بتبقى كانت مشيره قران وحاجات جميله، فالناس بتبقى تتباهى بيك بعد وفاتك، بتقول بص كده كان ناشر ايه اخر حاجه. خلي الموضوع ده قدامك بفتره مستمره. انت لما بتنزل حاجه على الفيس او على صفحات التواصل الاجتماعي، تخيل كام الف او كام واحد بيشوفها. فالموضوع كله بايدك، اما ان انت تخليها حسنات جاريه او سيئات جاريه والعياذ بالله. الموضوع كله بايدك. ونشرك للبوستات الدينيه والمعلومات الدينيه مش دليل اطلاقا على اننا شيوخ وما بنغلطش. احنا اكتر ناس مليانين بالغلط، ولكن احنا بنجاهد نفسنا كل يوم ان احنا نبقى افضل وان احنا نتوب. كما قال الله عز وجل: نعم العبد انه اواب. اواب يعني كنت كثير الرجوع، بيغلط كتير بس بيرجع اكتر.